كخبير دولي بيساعد مصر، هو طبعا بصفته خبير دولي في ايه؟ في كرة القدم في الفيفا. في الفيفا الكابتن احمد مجاهد. انا مش عايز افسر لحضرتك بالظبط. لا انا ما اعرفش المعلومه. ما لا هو المهندس احمد انا مجاهد اعرف ان المهندس بيساعد هاني ابو مصر. ريده هو رئيس الاتحاد المصري. لا لكن وهو عضو الاتحادين الدولي والافريقي. كابتن احمد مجاهد اظن هو موجود في احد اللجان في الاتحاد الافريقي. في الاتحاد الافريقي وفي الاتحاد الدولي برضه ضمن الخبراء، لانه كان مشرف على بطوله كاس العالم اللي هي 17 سنه. لكن هو بيستعينوا بيه لما بيساعد مصر، احنا عايزين نعمل كذا عايزين كذا، وهو الراجل يعني مشكورا بيساعد قدر الامكان. جميل كويس. فدي كويس. اي على فكره ده في كمان ناس كتير قوي بره موجوده بيساعدوا برضه مصر. خالد مرتجي لما كان موجود في اللجنه بتاعت الكاف برضه كان بيساعد مصر وحاجات زي كده. طيب. اسبانيا ليه تكسب؟ علشان التصنيف، دي نمره واحد. نمره اتنين انت عندك كمان بيجرب بعض العناصر، لكن هو استقر على ديفيد رايا مثلا كحارس مرمى. رايا اللي هو حارس ارسنال ده كحارس هيلعب اساسي. في عندك الليفت باك اللي هو كوريرا اللي هو لاعب بلوز تشيلسي، ده طبعا بيعتمد عليه. قربخال في اصابه ممكن او لا، بس هيرجع. رودري احسن لاعب في العالم، احسن واحد رقم 6 في العالم رودري. في لامين يامال مش هيلعب. برشلونه بيقول انا مش يعني خايفين عليه من الاصابه. لا هو مش بمزاجه، عشان عندهم اللعيب البرازيلي ده اللي اتصاب في مباراه البرازيل. رافينيا طبعا اصابه هتقعده على فكره كام، هتقعده شهرين. فهم خايفين بقى على دي مشكله. بس هو برضه بالتنسيق مع الاداره الفنيه للاتحاد الاسباني. الناس دي ما بتخسرش. بس ما تاكدش لغايه دلوقتي انه هيلعب ولا لا، بس انا اعتقد هو هيلعب شوط لامين جمال. وكمان في نيكو ويليامز لاعب اتلتيكو بلباو برضه هيبقى من العناصر الاساسيه اللي هتلعب ومعتمد عليها. وانا بقول لك الاسامي دي شوفها بكره هتعمل ايه. حاجه ممتعه يعني. طبعا جارسيا هيلعب، لابورت طبعا رقم 5. انا بقول لك بس على بعض العناصر، انا مش عايز اقول لك التشكيل. لكن هي اسبانيا دايما بتلعب بطريقه 4-3-3. على فكره تقريبا نفس الطريقه بتاعت مصر 4-3-3 اللي احنا بنلعبها. وده معناها اللي ايه، اللي التنفيذ هيختلف على ارض الواقع. اذا كان انت بتلعب 4-3-3 فممكن هتلاعب امام عاشور فين، هتلاعب زيزو ناحيه الرايت وينج ولا لا، هتلاعب ناحيه مرموش هتلاعبه ايه، هتلاعب سترايكر صريح ولا هتلاعبه يلعب 10 ولا هيلعب 9.5 تحت المهاجم. انا كان معايا حاجه كده صحيفه ماركا فبتتكلم على انه لويس دا لافوينتي المدير الفني عنده رؤيه كده، لكن بيركز على بعض المراكز وعايز يشوف المستويات الفنيه منها مستوى الاجنحه. واضح انه لما الكلام ده يتقال يبقى في كلام على اللعب في الاجنحه وفتح المجالات دي. اذا السرعه هنا هتكون واضحه طبعا في الاداء والسيطره عليك. تمام. لما يجي لك الكلمتين دول ايه اللي متخيله في تشكيلتك انت ازاي تواجهها؟